جولتك سبورت، عالمك للرياضة. أجواء مشحونة بالكهرباء، يعني حماس غير طبيعي في سانتياغو برنابيو مع بداية موسم 2025-2026. توقعات عالية جدا وشعور كأننا بنشوف التاريخ بيتكتب قدامنا. فعلا الأجواء دي كلها ليها سبب واضح. بالضبط، السبب هو الانطلاقة المدوية زي الإعصار كده للنجم الفرنسي كيليان مبابي بقميص الريال. أهلا بكم في تحليلنا المعمق هنا بالتعاون طبعا مع جولتك سبورت، مصدرنا للمعلومات الدقيقة. أهلا بيك، ومتحمسة للنقاش ده. احنا هنا عشان نحلل البداية دي، بداية مش بس أهداف كتير، لا دي وصلت لدرجة إنه بقى يستحضر طيف الأسطورة كريستيانو رونالدو حتى في الاحتفال. نقطة الاحتفال دي بالذات مهمة جدا. أكيد. فهل فعلا دي بداية حقبة جديدة في مدريد؟ مهمتنا النهاردة ندخل في الأرقام، نفهم تأثيره التكتيكي ونشوف إزاي بيفكرنا برونالدو، ونسأل هل المقارنة دي في محلها أصلاً؟ طيب نبدأ من الأول خالص، الشرارة الأولى للموسم ده. الجولة الافتتاحية، ريال مدريد ضد أوساسونا، ماتش صعب ومقفل. أوساسونا دايما خصم عنيد على أرضه. لحظة حاسمة جدا. كل العيون على مين؟ كيليان مبابي بيتقدم وشايل على كتافه آمال الملايين وضغط البدايات ده كله. بهدوء وثقة غريبة بيحط كورة في الشبكة، جول، يا هدف قاتل بيكسر التعادل وبيدي الريال أول 3 نقط في الموسم. بداية قوية جدا تحت ضغط رهيب. اللقطة دي بالذات يعني وزنها أكبر بكتير من مجرد هدف أو 3 نقط. لما النجم الأبرز في الفريق اللي لسه جاي والناس كلها مستنية منه كتير يسجل هدف الحسم في أول ماتش رسمي بالدوري ومن ضربة جزاء في وقت صعب، ده بيبعت رسالة قوية جدا. رسالة لمين بالظبط؟ للكل، للمنافسين، للجمهور، لزمايله. الرسالة بتقول أنا هنا، أنا اللي هشيل المسؤولية في الأوقات الصعبة. البدايات اللي زي دي مش بس بتبني ثقة اللاعب، لا دي بتحط حجر الأساس للموسم كله، بتحدد النغمة. كأن مبابي بيقول هو ده اللي هيحصل السنة دي، اعتمدوا عليا. وفعلا النغمة دي عليت أكتر في الماتش اللي بعده. الأسبوع الثاني الريال بيستضيف ريال أوفييدو، وهنا بقى شفنا نسخة تانية خالص من مبابي، نسخة مفترسة أكتر. هنا الموضوع اختلف. مش مجرد المنقذ في آخر دقيقة، لا ده كان هو المحرك الأساسي للهجوم. أداء رهيب، سجل ثنائية رائعة وقاد الفريق لفوز كبير ومستحق 3-0. أداء بيأكد إنه مش مجرد هداف، ده قائد هجومي. بس بعيد عن الأهداف، في لحظة خطفت الأنظار كلها. أكيد تقصد لحظة الاحتفال الشهيرة؟ بالظبط، لحظة حبست الأنفاس في البرنابيليو وعملت ضجة كبيرة قوي على السوشيال ميديا. بعد هدفه الأول في الماتش، اللحظة دي مبابي بيتجه ناحية الجمهور، بيقف كده بثقة وفجأة بيعمل احتفالية كريستيانو رونالدو الأيقونية، السيو. نفس الوقفة، القفزة والدوران والصيحة اللي هزت مدريد سنين طويلة. لما تشوف مبابي اللي واخد الرقم 7 الجديد بيعمل الاحتفالية دي بالذات، الموضوع كان له معاني كتير قوي، مش مجرد احتفال عادي. إحش ولا كانت رسالة مقصودة، يعني إعلان صريح إنه جاي يكمل المشوار، يشيل الراية ويمكن كمان يعمل تاريخ أكبر. السؤال ده شغل ناس كتير. أنت قريت اللحظة دي إزاي؟ ثقة زيادة ولا إشارة لتقبل المسؤولية؟ وأعتقد هي مزيج من كذا حاجة مع بعض. ما نقدرش ننكر جانب التكريم والاحترام لرونالدو، يعني رونالدو ده أيقونة في تاريخ الريال، ومبابي نفسه قال قبل كده إنه معجب بيه. بس في نفس الوقت ما نقدرش نتجاهل الجانب النفسي والطموح الكبير عنده. اختياره للاحتفالية دي بالذات وفي بداية مسيرته مع النادي ممكن يتفسر على إنه إعلان نوايا واضح. أنا هنا عشان أبقى رقم 1، القائد الجديد، أنا اللي همل الفراغ اللي ساب الأسطورة. يعني طريقة للتعامل مع الضغط؟ ممكن تكون طريقة للتعامل مع الضغط الرهيب اللي عليه، ويمكن بيحول الضغط ده لوقود وحافز. بس برضو فيها مخاطرة، لأنها بترفع سقف المقارنات والتوقعات لمستويات خيالية من أول يوم. مخاطرة محسوبة يمكن، خصوصاً والأرقام اللي بيحققها بتدعم الثقة والطموح ده بشكل يعني مذهل. خلينا نبص على الأرقام دي اللي بدأ بيها الموسم واللي بتوضح تأثيره. 3 أهداف في أول ماتشين دوري، بداية صاروخية. طب لو بصينا على 2025 كلها، الأرقام هنا مرعبة أكتر. إمبابي سجل 33 هدف في 27 ماتش لعبهم في السنة دي. 33 هدف في 27 ماتش،
ده معدل حوالي 1.2 هدف في الماتش الواحد، معدل تهديفي خارق، بيحط وسط أحسن هدافين في العالم دلوقتي لو ما كانش هو فعلا الأفضل. وفي رقم تاني يمكن مش واخد نفس الضجة الإعلامية، بس بيكشف جانب حاسم قوي في أداء مبابي، وهو قدرته على إنه يفتح التسجيل. المصادر زي متابعات جول تيك سبورت الدقيقة بتقول إن مبابي فتح التسجيل للريال في الدوري 13 مرة من ساعة ما انضم. 13 مرة؟ ده رقم كبير فعلا. الرقم ده 13 مرة يفتح التسجيل له أهمية استراتيجية وتكتيكية كبيرة جدا. في الكرة الحديثة اللي كلها دفاع منظم وتكتلات، إنك تقدر تسجل الهدف الأول وتكسر حالة الجمود دي مهارة نادرة وغالية قوي. اللاعب اللي بيعمل كده باستمرار بيدي فريقه أفضلية ضخمة، مش بس في النتيجة، لأ، نفسياً وتكتيكياً كمان. بيغير خطة المنافس ويفتح مساحات لزمايله. الإحصائية دي بتجسد قيمة الحسم اللي أي فريق كبير بيدور عليها. أكيد، كونك مفتاح الأهداف الأول ده دليل قاطع على التأثير المباشر، وده يودينا للكلام عن التأثير التكتيكي الأكبر لوجود مبابي في تشكيلة الريال. الموضوع مش مجرد نجم هجومي زيادة وخلاص، لا، ده كأنه بيعيد تشكيل المنظومة الهجومية كلها. بنشوف مرونة أكتر قدام، بالظبط. يعني بنشوفه بيلعب بانسجام كويس مع البرازيلي رودريجو، ومعهم الوافد الأرجنتيني الشاب الموهوب فرانكو ماستانتونو اللي بدأ ياخد فرصة. ده غير الدعم اللي بيجي من ورا من أردا جولر. التوليفة دي بتدي المدرب حلول كتير وقدرة يغير طريقة اللعب حسب الماتش والمنافس. التنوع ده مهم جدا. أكيد، خصوصاً مع الكلام عن دور فينيسيوس جونيور المستقبلي، أو لو احتاجوا يريحوا لعيبة. وجود مبابي بالقدرات دي كلها بيضيف بعد جديد لترسانة الريال الهجومية، بيخليها فتاكة أكتر وصعبة تتوقعها، كأنك ضفت سلاح جديد فتاك لمدفعية قوية أصلاً. المثير للاهتمام هنا هو إزاي مبابي بيغير ديناميكيات اللعب نفسها. هو مش مجرد مهاجم 9 تقليدي بيستنى الكورة في الصندوق، ولا جناح ثابت على الخط. سرعته الرهيبة بتخليه ينطلق في المساحات ورا الدفاع، وقدرته يلعب برجليه الاتنين بنفس الكفاءة بتخليه خطير من أي مكان. وده غير تحركاته من غير كورة. بالظبط، ذكائه في التحرك من غير كورة، يسحب مدافعين ويخلق مساحات للي جايين من ورا زي رودريجو أو مستنتونو أو حتى لعيمة الوسط. ده بيدي الريال مرونة تكتيكية هائلة. ممكن يبدأ الماتش جناح شمال وفجأة تلاقيه مهاجم تاني أو حتى صريح. التنوع ده بيصعب جدا على أي دفاع إنه يراقبه ويحد من خطورته. السؤال دلوقتي هو إزاي الكيمياء دي هتتطور بينه وبين باقي المهاجمين. لو وصلوا لأعلى مستوى تناغم، إحنا بنتكلم عن قوة هجومية ممكن تكون الأقوى في أوروبا. وده ماشي تماماً مع فلسفة الريال التاريخية، هجوم كاسح ومواهب فردية تحسم الماتشات. والأداء الفردي ده والأرقام القياسية المبكرة والحضور القوي ده رجع تاني مقارنات كانت تبان صعبة قوي زمان. صحيفة ماركا الإسبانية القريبة من الناجي وصفت نسخة مبابي 2025 بأنها بتفكر الناس بهوس كريستيانو رونالدو بالتسجيل أيام مجده بالقميص الأبيض. وصف الهوس ده لافت للنظر. المقارنة هنا زي ما الصحيفة قالت مش بس في عدد الأهداف، لا، دي بتمتد للعقلية نفسها. الرغبة المجنونة دي في هز الشباك، الحسم قدام الجول، والقدرة على الظهور في اللحظات الحاسمة بنفس الغريزة القاتلة اللي كانت عند رونالدو. المقارنة دي مع رونالدو بالذات يعني محتاجة تحليل أعمق شوية. صحيح الاتنين هدافين عالميين، بس في فروقات دقيقة في الأسلوب والعقلية لازم نقف عندها. رونالدو في قوته كان قوة بدنية جبارة، مرعب في الكرات الهواء، تسديداته صواريخ من بعيد، ده غير تمركزه الخارق جوه المنطقة. مختلف عن مبابي شوية. مبابي بيعتمد أكتر على سرعته الانفجارية، مهاراته الفردية في المراوغة 1 ضد 1، وقدرته يخلص الهجمة بسرعة ودقة بعد ما ينطلق من ورا أو من الأطراف. هوس التسجيل ممكن يكون قاسم مشترك، الرغبة دي إنه دايماً يبقى البطل وصاحب الكلمة الأخيرة. بس هل نقدر نقول إن مبابي عنده نفس البرود قدام الجول اللي كان عند رونالدو، أو نفس القدرة يسجل من نص فرصة؟ المؤشرات قوية بس لسه بدري. المؤشرات الأولية السنة دي قوية جدا، بس الحكم النهائي محتاج وقت أطول. يمكن بنشوف نسخة مبابي من الغريزة القاتلة، بتعتمد على أدوات مختلفة عشان توصل لنفس النتيجة.
تحط الكورة في الشبكة بأي شكل. والشعور ده إن في حاجة خاصة بتحصل واصل بوضوح للمدرجات. جماهير البرنابيو اللي شافت أساطير بتروح وتيجي حاسين دلوقتي إنهم بيشوفوا مزيج فريد في مبابي، كأنهم شايفين لمحات من سرعة ومهارة الكورة الفرنسية الحديثة مخلوطة بالفعالية التهديفية المطلقة والبحث الدائم عن الجول اللي كان بيمثله رونالدو. في همس كده ويمكن قناعات بدأت تتكون إن الموسم ده مش مجرد موسم كويس، لا ده بداية حقبة ذهبية جديدة، حقبة مبابي في مدريد. وحالة الترقب والحماس الجماهيري دي بتخلق مناخ استثنائي حوالين مبابي. من ناحية ده ضغط رهيب، يعني مش سهل أبداً تتقارن برونالدو ويتوقع منك تكرر إنجازاته. ومن ناحية تانية دي فرصة تاريخية للاعب، فرصة يكتب اسمه بحروف ذهب في تاريخ أعظم نادي في العالم. كل خطوة محسوبة عليه، كل هدف بيسجله دلوقتي، كل لقطة حاسمة، كل احتفال ما بيتشافش كحدث لوحده، لا ده فصل جديد في بناء أسطورته الشخصية جوه البرنابيو. هو دلوقتي مش مجرد لاعب، ده بطل الرواية اللي بتتكتب قدام عينينا. إذن لو حبينا نلخص اللي شفناه لحد دلوقتي في الأسابيع القليلة دي، كيليان إمبابي ما جاش ريال مدريد عشان يكون إضافة وخلاص، لا ده عشان يكون القوة الأساسية. الأرقام بتتكلم بقوة، الأداء في البداية كان حاسم بشكل لافت، وحتى اللحظة الجدلية بتاعة احتفال رونالدو كان ليها تأثير ورسالة ما ينفعش نتجاهلها. كل المؤشرات الأولية اللي بنتابعها هنا عن قرب بالتعاون مع جولتك سبورت بتقول إننا ممكن نكون فعلاً قدام بداية فصل جديد ومختلف في قصة الريال، فصل عليه توقيع النجم الفرنسي. والأمر المثير للتفكير في السردية اللي بتتكون دي حوالين الأسطورة الجديدة هو السرعة اللي اتشكلت بيها ولزقت في اللاعب. بس يعني عشان الموضوعية والتحليل الهادي لازم نفتكر دايماً إن الموسم لسه في أوله، الطريق طويل وفيه تحديات كتير. تيجي ماتشات أصعب، فترات هبوط في المستوى ممكن، ضغوط إعلام وجماهير أكبر في المراحل الحاسمة وفي البطولات الكبيرة. التحدي الحقيقي لسه جاي. التحدي الحقيقي لمبابي مش بس إنه يحافظ على النسق التهديفي ده، لأ، إنه يثبت قدرته يقود الفريق في الأوقات الصعبة، يشيل الفريق على كتافه لما الأمور ما تكونش ماشية كويس. استمراريته وقدرته يتعامل مع الضغط على المدى الطويل هم اللي هيحددوا في الآخر إذا كانت البداية الخارقة دي هتترجم لإرث أسطولي بجد يقارن برونالدو، ولا هتفضل مجرد انطلاقة قوية بس ما وصلتش لمستوى التوقعات الأسطورية دي. وده بيسيبنا قدام سؤال مفتوح، سؤال محتاج تفكير ونقاش طويل. هل كيليان امبابي عنده الأدوات والعقلية والإصرار إنه مش بس يكرر أرقام كريستيانو رونالدو الفلكية، لأ، يكرر تأثيره التاريخي على مستوى الألقاب الجماعية وبناء حقبة كاملة باسمه في ريال مدريد؟ محدش عنده الإجابة دلوقتي، لكن الأكيد إن الرحلة هتكون مثيرة جدا ومليانة أحداث. وإحنا هنا في جولتك سبورت هنكون معاكم لتابع كل تفاصيلها ونحللها. مستنين نسمع آراء وتوقعات المتابعين. بالظبط، شاركونا أفكاركم في التعليقات، وما تنسوش تدعمونا بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان توصلكم أقوى التحليلات دايماً.